أهلا بيك. تعرف مين الراجل ده؟ الراجل اللي ملامحه محفوظة في كل الأفلام الأبيض والأسود، اللي كلنا كنا بنشوفه بيضحكنا بجملته الشهيرة وي مومبي. ده إدموند تويما، اللي ظهر في كتير من الأفلام المصرية بدور الخواجة اللي بيتكلم العربي بلكنة أجنبية، ودايما كان بيظهر بدور الجواهرجي أو الأجنبي. لكن استنى، تعرف إن الراجل ده كان واحد من أغنى الفنانين في وقته؟ إدموند تويما كان عنده عقارات وشركات وفلوس لا تحصى في البنوك، لكن رغم الغنى ده حياته كانت مليانة مشاكل وأزمات. عندك مثلا علاقته بابنه الوحيد سليم تويما، اللي كان مدلل ومعتمد على ثروة أبوه. العلاقة دي قلبت حياته رأسا على عقب. مش بس كده، كمان علاقته بمرات ابنه اللي كانت بتحاول تغويه، واللي كانت سبب في أكبر مشكلة واجهها في حياته، لدرجة إنها حولت حياته لجحيم ما كانش عارف يهرب منه. شكله اليوناني وكلامه الغريب وطريقة نطقه للعربي اللي كانت بتخلينا نضحك أول لما نشوفه. ربما لا يتذكره الكثيرون، لكن صورته لا تخفى على عشاق سينما الأبيض والأسود. إنه خواجة السينما العربية وأشهر مدرس للغة الفرنسية في الأفلام. واحد من الفنانين اللي دايما تلاقي وشه مألوف، انت عارفه وضحكك في دور عمله، بس قليل اللي يعرف اسمه. واحد من كتير من الفنانين المنسيين اللي ما كانش ليهم نصيب يبقوا نجوم صف أول. موهبة وحضور وخفة ظل مش طبيعية. لو أول مرة تشوفنا وعايز تعرف أكتر عن حكايات النجوم المنسيين وتعيش سحر الزمن الجميل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا نكمل الفيديو سوا ونعرف مين هو جواهرجي السينما إدموند تويما. يوسف إدموند سليم تويما، وده كان الاسم الحقيقي لإدموند تويما، اللي اتولد في 10 ديسمبر 1897، وهو مصري من أصل لبناني. اشتغل في بداية حياته مدرس في المدارس الفرنسية بالقاهرة، وعمل بالإدارة المسرحية. كمان كان بيترجم وبيألف مسرحيات، وكمان اشتغل في مسرح جورج أبيض. اشتهر بتقديم شخصية الجواهرجي أو الخواجة اللي بيتكلم العربية بلكنة أجنبية، ما سبق يعرفه البعض ويجهله آخرون. لكن خلف الكاميرات حكايات مريرة وأيام قاسية عاشها هذا الفنان الثري ابن الزوات. فقد كان إدموند من أغنى الفنانين. ثروته ما كانتش جاية بس من التمثيل، لكن كمان من أبوه اللي ساب له ورث كبير، وكمان من شغله في الترجمة. وكان عنده عقارات ومؤسسات تجارية وحسابات في البنوك. رغم الفلوس الكتير اللي كانت عنده، حياته الشخصية كانت مليانة أزمات. إدموند اتأخر كتير في الجواز، ولما اتجوز أخيراً أنجب ابنه الوحيد سليم. لكن الحظ ما كانش في صفه. زوجته توفت وسابته مع ابنه اللي اتربى مدلل. سليم الولد المدلل اللي كان بيعتمد بشكل كامل على فلوس أبوه فشل في التعليم وكان دايما بيعمل مشاكل. كل أمل إدموند في إنه يشوف ابنه ناجح اتحطم بسبب تصرفات سليم اللي كانت بتزيد الأزمات يوم عن يوم. لكن الكارثة الحقيقية جت لما سليم وقع في حب راقصة يهودية مغمورة، واحدة من كومبارسات السينما، وكانت سمعتها سيئة جدا. سليم كان مصر إنه يتجوزها رغم رفض أبوه القاطع. حاول إدموند بكل الطرق يمنعه، لكن الولد كان عنيد وقرر إنه يهرب من البيت ويتجوزها وتحدى أبوه. الصدمة الكبيرة كانت لما اختفى سليم بعد جوازه سنة ورا سنة، وإدموند مش عارف مكان ابنه، وكان بيعيش في حالة قلق وحزن مستمرين. الرقاصة كمان اختفت، وكل اللي كان بيدور في عقل إدموند هو إن في حاجة وحشة حصلت لابنه. وبعد سنتين من المعاناة فجأة ظهر سليم قدام البيت، لكنه ما كانش سليم اللي يعرفه أبوه. كان طريح الفراش ضعيف جدا ومش قادر يقف على رجله. ساعتها عرف إدموند إن ابنه وقع في فخ الإدمان. كان بيتعاطى الكوكايين وبشكل عام مدمن مخدرات. رغم محاولات إدموند اليائسة إنه يعالج ابنه، بس المخدرات كانت دمرت حياته. خدوا لأفضل دكاترة في الوقت ده، لكن الدكاترة أكدوا إن حالته متأخرة وإن المخدرات أفسدت كبده. بعد أيام قليلة مات سليم، وده كان اليوم اللي دخل فيه إدموند تويما في حالة اكتئاب شديد، وحس إن حياته اللي كان فاكر إنها مثالية ضاعت. الأمل يولد من رحم المعاناة. الجملة دي بتعبر بشكل دقيق عن اللي حصل مع إدموند تويما في عز لحظات حزنه الشديد على فقدان ابنه. وهو غارق في الكآبة والوحدة، حصلت مفاجأة غير متوقعة غيرت حياته. في يوم من الأيام دقت بابه الراقصة اليهودية
اللي كان ابنه سليم هرب معاها، بس المرة دي ما كانتش لوحدها، كان معاها طفل صغير عمره حوالي 1.5 سنة، وقالت له إن الطفل ده هو حفيدك، وإنها كانت متجوزة سليم بعد ما هربوا مع بعض. إدمون اللي كان عايش في حالة يأس حس بفرحة كبيرة لما عرف إن عنده حفيد. الحفيد ده كان بالنسبة له فرصة لتعويض الحزن الكبير اللي عاشه بعد وفاة ابنه. نسي كل الغضب اللي كان جواه من مرات ابنه، وسمى الطفل يوسف على اسمه. الفرحة دي كانت بمثابة ضوء جديد في حياته، حاجة تديه أمل في الدنيا بعد كل اللي حصل له. ولأنه كان دايما معروف بطيبته، إدمون سمح لأرملة ابنه إنها تعيش معاه في الشقة. كان عايز يتأكد إن حفيده بيحصل على كل الرعاية والعناية اللي محتاجها. رغم إنه كان فنان ثري ومعروف، إلا إنه كان مشهور في الوسط الفني بحرصه الشديد في صرف الفلوس. ورغم كل ده كان كريم جدا في تعامله مع حفيده، اللي حس إنه هو الحاجة الوحيدة اللي لسه مخلياه متعلق بالحياة. بس السعادة دي ما استمرتش طويلا. بعد فترة من الوقت، أصحابه في الوسط الفني بدأوا يلاحظوا إن إدمون بقى شخص مختلف، تصرفاته اتغيرت، وما كانش بيبان عليه السعادة اللي كان عايشها بعد ظهور حفيده. عرفوا كمان إنه ساب شقته اللي كان عايش فيها وراح سكن في فندق، وده كان غريب جدا عليه. في يوم من الأيام حكى لصديق ليه من الوسط الفني عن اللي كان بيمر بيه، وإن أرملة ابنه اللي كانت بتظهر في الأول كأنها ضحية ومحتاجة رعاية بدأت تعمل تصرفات غريبة. كانت دايما بتلبس ملابس غير لائقة وتتصرف بشكل يوحي إنها بتحاول تغويه. مش بس كده، الرقاصة دي بدأت تطلب منه حاجات مادية كبيرة، زي إنها عايزة تنتقل لفيلا جديدة بدل الشقة، وعايزة كمان عربية. الحاجات دي كانت مقلقة بالنسبة لإدمون اللي كان دايما حريص في صرف فلوسه. لكن الأسوأ، إدمون بدأ يلاحظ إنه بقى بينام لفترات طويلة جدا بشكل غير معتاد، ولما يصحى كان بيلاقي حاجته متلخبطة كأن حد بيفتش في ممتلكاته. ده خلاه يشك إن في حاجة غلط بتحصل، لكنه كان دايما متردد في إنه يطردها لأنه كان خايف على حفيده اللي لاحظ إنها مش بتديله الاهتمام الكافي، وده خلاه يجيب مربية علشان تهتم بالولد. لما حكى لصديقه المقرب عن الشكوك دي، نصحه إنه ياخد باله كويس ويراقب الوضع بنفسه، خصوصا لما كان شاكك إنها بتحاول تسمه، وقال له إنه ما ياكلش أو يشرب أي حاجة منها إلا وهو متأكد. وبالفعل رجع البيت وحاول يكون حريص أكتر، وفي يوم قدمت له العشاء كان عادة ومعاه عصير، وأصرت عليه إنه لازم يشرب العصير. بس هو كان واخد باله كويس، شرب شوية صغيرين جدا علشان ما تشكش في حاجة، وفضل مستني ويشوف إيه اللي بيحصل. بعد ما شرب دخل ينام، لكن بعد ساعة سمع صوت باب بيتفتح، وهو كان من عادته إنه يقفل أبواب البيت من الداخل. حاول يقوم لكنه حس بدوخة شديدة، وده كان من تأثير المخدر اللي كان في العصير. حاول يتحامل على نفسه وخرج من أوضته بهدوء، وراح ناحية الباب وشاف أرملة ابنه وهي بتفتح الباب لراجل غريب دخلته البيت وكأنها كانت مستنياه. المشهد ده خلى إدمون يحس بصدمة كبيرة، لكنه فضل متماسك وما دخلش في مواجهة معاهم. كان عارف إنهم ممكن يتخلصوا منه بسهولة في الوقت المتأخر من الليل. تاني يوم لما فاق لقى نفسه في سريره، وكأن اللي حصل بالليل كان مجرد حلم. الرقاصة دخلت عليه بابتسامتها المعتادة وكأن مفيش حاجة حصلت، بس هي ما كانتش عارفة إنه شاف كل حاجة، وصرخ فيها وقال لها: أنت دخلت راجل غريب البيت امبارح وأنا شفتك بعيني. لكن الرقاصة بدأت تعيط، وبكل براءة أصرت إن ده ما حصلش، وإن ده كله مجرد تخاريف شيخوخة بسبب الحزن اللي هو فيه من وقت وفاة ابنه. ساعتها إدمون اتلخبط بين دموعها اللي كانت باينة كأنها دموع تماسيح، وبين خوفه من إنه فعلا ممكن يكون بيعاني من تخاريف الشيخوخة، وبدأ يقول هي فعلا مظلومة وما عملتش كده، ولا دموعها دي دموع تماسيح، ولا هي فعلا بريئة وهو ظالمها. إدمون تويما اللي عاش عمره مليان بالتساؤلات والمخاوف توفي في 5 أغسطس 1975. رحل عن الدنيا وهو في حالة من الشك وعدم اليقين. رغم كل الأزمات اللي مر بيها في آخر حياته، هيفضل واحد من الشخصيات اللي مش هتتنسي في تاريخ السينما المصرية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن المتعة ما انتهتش هنا. عندنا فيديوهات تانية لنجوم عاشوا في الظل، وآن الأوان نعرف حكاياته. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتكون دايما جوه الحكاية. سلام.